مساء الفل. خلينا نبدأ من لحظة بسيطة جدا. إنسان واقف لوحده، مش ملك ولا زعيم ولا نبي. إنسان عادي واقف في مساحة فاضية من العالم. السؤال اللي مسيطر عليه ما كانش هيعمل إيه دلوقتي، لكن السؤال الأهم: هيفضل لوحده لحد إمتى؟ من هنا بدأ كل شيء. بدأت قصة احتياج البشر إنهم يعيشوا مع بعض. الإنسان ما كانش أقوى ولا أسرع ولا أشرس ولا أضخم كائن، بس كان عنده حاجة واحدة خطيرة: إنه ما يعرفش يعيش لوحده أبدا. لأن الوحدة عند الإنسان مش حالة نفسية بس، كانت خطر وجودي، يعني حاجة بتهدد وجوده نفسه على وجه الأرض. الإنسان الأول اكتشف بدري إن عمليا إيد لوحدها ما بتسقفش حرفيا زي ما احنا بنقول دلوقتي، ونفسيا إن الليل أطول بكتير لما يبقى لوحده. ومن هنا، مش بدافع الحب لكن بدافع الخوف، بدأ أول تجمع للبشر. عشان كده ممكن نفكر ونسأل: هل الأسرة اختراع اجتماعي؟ يعني بصراحة، هل الأسرة حاجة طبيعية إنها تكون موجودة، ولا فكرة إحنا اللي اخترعناها عشان محتاجينها؟ لأن مثلا لو على الخلفة فالحيوانات بتخلف، لكن أغلبها مش بتكون أسرة. الإنسان برضه بيخلف، لكنه عمل حاجة مختلفة جدا: حول العلاقة العاطفية والبيولوجية لعلاقة مستمرة. حول الطفل من إنه إنتاج واستمرار للنوع البشري لمسؤولية وارتباط ممتد لسنين. الأسرة ما بدأتش رومانسية، لكنها بدأت كأداة أو طريقة للأمان. مين هيحمي الطفل اللي خلفناه؟ مين هيشارك معاك رحلة توفير الأكل؟ مين هيقدر يوفر لك تنام جنب النار وتحمي نفسك من برد الليل؟ ومع الوقت الوحدة الصغيرة دي اللي هي الأسرة بقت الحجر الأساسي لأي مجتمع. مش لأنها مقدسة والروابط فيها أقوى من الروابط بين أي علاقات تانية زي دلوقتي، لأ، لأنها كانت نافعة جدا ومحققة الغرض من اختراعها. ومع استقرار فكرة الأسرة والانتماء ليها، ظهر سؤال تاني: هل الهوية بتتشكل بروابط الدم؟ يعني أنا بانتمي بس للناس اللي ما بيني وبينها قرابة دم؟ لأن في لحظة ما الإنسان ما اكتفاش يقول إحنا مع بعض في إطار أسرتنا، لكنه قال كمان إحنا في أسرتنا دي غيرهم، غير باقي الأسر. من هنا ظهرت لأول مرة فكرة الهوية. يعني الهوية بالنسبة للإنسان مش بس اسم ولا لغة ولا روابط دم. الهوية في أصلها كان سؤال بيدور على تعزيز إحساسنا بالأمان، سؤال عن مين شبهي ومين هيدافع عني لو كنت في خطر. وبعدها تحول السؤال من تحقيق الأمان للناس، تحول لسلاح بيهددوا بيه بعض: مين بينتمي لنفس هويتي ومين لأ. وقتها رابط الدم كان أسهل إجابة، القرابة يعني، بس ما كانتش الإجابة الوحيدة. عشان كده وعبر التاريخ ناس كتير دخلوا ضمن قبائل وشعوب ودول من غير ما يكون بينهم رابط دم مباشر. وده المعنى الحرفي، لأن الهوية بتتصنع عبر عوامل متنوعة، مش بس بتتورث من أب لابن الحفيد. طيب إحنا دلوقتي يا صاحبي العزيز بقى عندنا هوية بننتمي ليها في شكل مجموعات من الناس. ودلوقتي برضه هيظهر سؤال جديد للبشر: هل الانتماء ده احتياج ولا عبء؟ الحاجة اللي تخلي الإنسان يسأل سؤال زي ده هو إن الانتماء لمجموعة أو لفكرة إحساس فيه دفء وأمان صحيح، لكنه في نفس الوقت تقيل شويتين. بيطمنك إنك مش لوحدك، بس بيطلب منك دايما التمن يا حلو. والتمن ده غالبا إنك تسكت عن حاجة، أو توافق على حاجة، أو تمشي مع الجماعة في اختياراتها حتى لو مش مقتنع. عشان كده الانتماء دايما سلاح ذو حدين: من غيره الإنسان هيضيع، بس برضه معاه ممكن تفقد نفسك وقناعاتك الفردية. ده يخلينا نفكر: هل السؤال إحنا محتاجين الانتماء ولا لأ؟ ولا السؤال الصح: إحنا محتاجين فكرة الانتماء دي قد إيه عشان ما نخسرش بسببها حاجات كتير؟ وعلى الناحية التانية من فكرة الانتماء يا صاحبي، كان طبيعي يظهر سؤال معاكس، وهو: هل الاختلاف خطر؟ معنى إن هل وجود ناس مختلفة عننا ده يعتبر خطر علينا؟ السؤال ده ظهر لأن أول تجمع حقيقي للبشر كان طبيعي يواجه سؤال صعب عليهم: نعمل إيه مع الناس اللي مش زينا؟ في البداية يا صاحبي العزيز كانوا بيتعاملوا فعلا على إن الاختلاف خطر. أي فكرة جديدة كانت تهديد للنظام، لأنه أصلا كان النظام ده لسه متكون، وطبيعي يكون هش وأي شوية هوا يهددوا وجوده. بس مع الوقت الإنسان اكتشف حاجة مهمة: اكتشف إن المجتمعات اللي ما بتحتملش الاختلاف وإنها تسمع كلام مش على مزاجها قوي، للأسف المجتمعات دي بتموت. الاختلاف ده
هو اللي خلّى البشر يغيّروا أدواتهم اللي بيستخدموها في حياتهم اليومية، وبرضه يغيّروا قوانينهم اللي بتنظّم حياتهم، لكن الأهم إن الاختلاف خلّاهم يغيّروا أفكارهم وقناعاتهم، وبقى الإنسان بشكل كبير عارف إن الخوف من الاختلاف طبيعي يحس بيه، بس اللي مش طبيعي هو إنه يحوّل الخوف ده لعنف ضد المختلف عننا. في اللحظة دي ظهر الإنسان آخر سؤال قبل وصوله للشكل النهائي من صيغة العيش في مجتمعات كبيرة، مجتمعات شبه اللي إحنا عارفينها دلوقتي، وهو هل العدل مطلق؟ السؤال ده يا صاحبي ظهر لما حجم المجتمعات كبر والأسرة ما بقتش كفاية ولا العرف بقى نافع ينظم حياتهم لوحدهم، فظهر السؤال الصعب: نحكم حياتنا الجديدة دي إزاي؟ ومن هنا جه مفهوم العدل اللي في البداية ما كانش فكرة فلسفية زي دلوقتي ممكن نكتب فيها كتب وينجادل فيها الفلاسفة، لكنه كان مجرد اتفاق مين له إيه ومين عليه إيه. ومع سهولة الإجابة دي بس التنفيذ كان بيواجهه عقبة كبيرة جدا وهي السلطة، لأن تطبيق العدل في المجتمعات مش متاح إلا للي معاه القوة اللي هي السلطة يعني، والسلطة دايما بتدي أكتر للناس المنتمين ليها وبتحرم وتعاقب المختلفين عنها. عشان كده تقدر تقول بضمير مستريح إن ولا مجتمع في التاريخ كله قدر يحقق العدل المطلق، بس برضه تقدر تقول إن كلهم حاولوا، والمحاولات دي نفسها هي اللي خلت المجتمعات تكمل وتظهر بشكلها النهائي اللي احنا عارفينه حاليا. يعني بشكل سريع وعام يا صاحبي العزيز، انتقال الإنسان من حياة الفرد للحياة في مجتمعات ما حصلش عشان الإنسان عايز يبقى سعيد أكتر، حصل بس عشان يقدر يكمل في الحياة. ده اللي بيخلي النهاردة بعض المختصين في علم الاجتماع يشوفوا إن المجتمع مش نهاية الرحلة، على قد ما هو هدنة طويلة بين خوف الفرد من الحياة لوحده وبين حلم العيش في جماعة مشتركة. عشان كده برضه لسه في سؤال مفتوح ملوش إجابة نهائية: هل المجتمع خدم الإنسان فعلا ولا الإنسان هو اللي بيخدم المجتمع؟